ازيكم جميعا، انا مروه سامي مهتمه بالرسم وتعليمه. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل فرشه ليها تكستشر. هنتعلم الحكايه دي على برنامج بروكرييت، وده احلى حاجه في البرنامج انه بيخلينا نقدر نعمل اي فرشه احنا عايزينها. هنعمل فرشه الشكل ده. خليكم معايا لغايه اخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي. الباترن اللي انتوا شايفينها قدامكم دي انا كنت رسماها قبل كده في رسمه عاديه خالص، كانت صوره مرسومه. لو عايزين تعرفوا ازاي عملت الباترن، في فيديو موجود عندي في القناه بيشرح ازاي تعملي باترن. انا عملت باترن وسيفتها عادي جدا على الجاليري. هفتح لكم الجاليري دلوقتي عشان تشوفوا شكلها. صوره عاديه جدا، بعد ما عملت الباترن سيفتها كصوره عادي جدا اهي. الصورة دي أنا حبيت أعمل منها فرشة على برنامج بروكريت، ودي أهم حاجة أو من المميزات الجامدة جدا في البرنامج، إنك تقدر تعمل أي فرشة من أي حاجة موجودة عندك. فتحت البرنامج وهفتح أي فايل مش فارقة، وهنفتح البراش لايبرري. معلش ثانية واحدة اهي. اصل انا بعمل فويس اوفر في الموضوع متاخر شويه. براش لايبرري في جنبها علامه بلس، مش تحتها، جنبها، بدوس عليها بيفتح لي مكان ان انا اعمل فرشه جديده خالص. اقدر ان انا اعدل الفرشه زي ما انا عايزه. هنا دروينج باد بيوريني شكل الفرشه، وفي على الشمال في حاجات كتير قوي زي ستروك باس، ستابيلايزيشن، تابر، شيب. انا هختار من الحاجات اللي على الشمال جرين. جرين انا بفتحها في مربع ابيض جرين سورس وجنبه كلمه edit. هدوس على edit وهيفتح لي الشكل ده. في فوق كلمة import واوتو ريبيت وكانسل ودان. انا هختار import عشان اطلع الصورة اللي انا كنت جايباها، اللي هي الباترن اللي انا كنت مسيفاها من الاول. هنزلها عندي. اول ما بتنزل بتبقى بالشكل ده. ليه ابيض واسود؟ عشان الابيض ده هو الفرشة بتاعتي. انا هنا عايزة الرسمة اللي جوه او الباترن اللي جوه هي اللي تبقى الفرشة بتاعتي، فهدوس بصوابعي الاتنين فهتقوم مقلوبة، يعني زي كده كليك كأني بمسح حاجة. هتتقلب للشكل ده. هنا اللون الابيض ده هو اللي هيبقى الفرشه بتاعتي، وده اللي انا عايزاه. لما بدوس تاني دبل او كليك بصابعي الاتنين بتتقلب زي ما انا عايزه. طبعا دي هتعمل شكل فرشه، دي هتعمل شكل فرشه تاني خالص. انا هنا عايزه الرسمه تبقى هي الموجوده. وبعدين هدوس على اوتو ريبيت عشان تفضل تتكرر معايا، ما تتكسرش في النص او تتقطع في النص. اوتو ريبيت هيفضل يعيد الرسمه زي ما انا عايزه. بدوس دان. بعد كده اهي شكل الفرشه زي ما انتم شايفين. تحت المربع بتاع جرين سورس في كلمه موفينج وكلمه تكسترايزد. انا هنا بجرب الفرشه على الدروينج باد. شكل الفرشه الباترن شكلها صغير عشان موفينج، فانا هختار بعد كده في جنب موفينج تكسترايزد. بصوا شكل الفرشه اتغير تماما. تكسترايزد هنا ده اللي انا عايزاه، انا عايزه اخلي الفرشه تاخد الشكل بتاع الباترن او التكستر اللي عندي. هنا موفينج وهنا تكسترايزد، ده الفرق بين الفرشتين. او موفينج بتحركي الرسمه سريعا، التكستر بتبين لك التكستر مفروده قدامك، وهو ده الايفكت اللي انا عايزاه. فخلاص هثبت الشكل ده وهيبقى تبقى دي الفرشه بتاعتنا. طيب انا معنى الكلام ده ان انا ممكن اعمل فرشه من اي حاجه عندي، من اي تكستر عندي. من لو صورتي الخشب مثلا، الجرين اللي موجوده في الخشب وحطيتيها، صورتي شويه رمله وعملتي بيهم فرشه. الفكره ان مفيش يعني الاحتمالات لا متناهية. ممكن تعملي فرشة من أي حاجة موجودة حواليكي. لو في ورق حيطة عاجبك عايز تعملي منه فرشة، يعني في حاجات كتيرة جدا تقدري تعملي فرشة بمنتهى البساطة، بانك تغيري الجرين بتاعها يبقى عندك تكستشر برش انت اللي عاملاها. ودي من المميزات الحلوة جدا في برنامج بروكرييت، وفي ناس كتير بتعمل الفرش الخاصة بيها وبتبيعها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وسوري ان انا بجري زي ما قلت لكم انا بعمل فويس اوفر. وقولوا لي في الكومنتات لو عايزين تعرفوا فرش تانية. وهسيب لينك الفرشة دي في الديسكريبشن. شوفوها، جربوا تحملوها عندكم وشوفوا لو حلوة ولا لا. لو الموضوع نجح معاكم ممكن انزل فرش تانية كتير فور فري. قولوا لي في الكومنتات ايه الدنيا عاملة ازاي. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا جدا على وقتكم، واشوفكم في الفيديو الجاي.